بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 4، وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض ليسون 6 سيم 4 مادة الاي سي تي من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. وأول سؤال معايا النهاردة choose the correct answer. Number 1. When creating a maze provide نقط to solve it. قال لي لما اجي اعمل متاهة لازم اقدم ايه علشان حلها؟ طبعا لازم اعمل instructions. يعني ايه instructions؟ تعليمات. ونشوف number 2. There are many websites like نقط help you learn coding. قال لي ان في كتير جدا من الويب سايتس المواقع زي ايه بتساعدني ان انا اتعلم الكودينج. يعني ايه كودينج؟ البرمجة. طيب من اسمها كده كودينج يبقى هختار ايه؟ هختار code.org. Number 3. Steps of a maze should contain نقط. قال لي الخطوات اللي في المتاهة لازم تحتوي على ايه؟ لازم تحتوي على ارقام واتجاهات. دي انا عندي ميز متاهة. طب فين كلمة ارقام واتجاهات؟ numbers and directions. ونشوف مع بعض number 4. you can create mazes through نقط. قال لي ممكن ان انا اعمل ميز متاهة عن طريق ايه؟ لسه قايلين المتاهة دي عبارة عن كودينج، حاجة في البرمجة، يبقى هستخدم code.org. ونشوف مع بعض number 5. you can create نقط using code. أنا ممكن أنشئ إيه من خلال الكود؟ ممكن أنشئ animations and movies and games. طب يعني إيه animations؟ يعني رسوم متحركة. movies أفلام، والجيمز يعني الألعاب. يبقى الثلاثة دول أنا أقدر إن أنا أنشئهم عن طريق استخدام الكود. ونشوف مع بعض أسئلة true or false. number 1. animations لسه قايلين يعني إيه animations؟ إيه الرسوم المتحركة. movies كلمة movies يعني إيه movies؟ يعني الأفلام واحدة واحدة. and games الألعاب. can be created using sounds ممكن أعملهم أنشئهم باستخدام الأصوات. طبعا هقول له هنا false، ده أنا لسه قايلة عليها فوق. أنا ممكن أعملها باستخدام مين؟ الكود. number 2. you can use coding to identify the path needed to get out of a maze. قال لي إن أنا ممكن أستخدم الكودينج البرمجة علشان احدد المسارات اللازمة للخروج من المتاهة. طيب السؤال ده صح ولا غلط؟ نخلي بالنا ان في اسئلة ممكن تلخبطني. طبعا ما هو انا ممكن احدد ازاي ادخل المتاهة وازاي اخرج منها عن طريق الكودينج، فطبعا هقول له true. number 3. all computers understand and respond to the only one programming language. قال لي كل الكمبيوترات أجهزة الكمبيوتر مالها؟ قال لي بتفهم and respond. يعني ايه respond؟ برضو نفهم السؤال. بتستجيب. قال لي للغة برمجة واحدة بس. طبعا هقول له ايه؟ طبعا هقول له false، دي ممكن تستجيب لأكتر من لغة برمجة. number 4. computers like humans use different languages. ايه ده؟ قال لي أجهزة الكمبيوتر زي البشر بتستخدم لغات مختلفة. طبعا هنا هقول له true. شايفين الأسئلة سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة، مجرد إن أنا بترجم السؤال وأعرف إن أنا أحله. وقبل ما ندخل على أسئلة تدريبات كتاب المعاصر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.
ونشوف نمبر 1 choose the correct answer. 1 online games were created using نقط. طب يعني ايه اونلاين جيمز؟ قال لي الالعاب عبر الانترنت بيتم انشائها بايه؟ باستخدام ايه؟ طبعا احنا قلنا جيمز يعني العاب، يبقى هستخدم الكودينج. نشوف نمبر 2 coding is the writing of multiple نقط to make a complete program. قال لي ان البرمجة هي كتابة لبعض الايه، يعني بكتب حاجات متعددة، حاجات معينة متعددة علشان انشئ برنامج كامل. طبعا بستخدم multiple algorithms خوارزميات متعددة، واتفقنا ان كلمة algorithms يعني خوارزميات. يعني ايه خوارزميات يا ميس؟ هي عبارة عن series of steps، سلسلة من الخطوات المتتالية علشان يعني اعمل من خلالها تاسك معين. دلوقتي استخدمتها ان انا اعمل منها complete program، برنامج متكامل. ونشوف نمبر 3 writing multiple algorithms to make a complete program means. بصوا بيجاوب لي على السؤال اللي قبليه. قال لي كتابة خوارزميات متعددة لإنشاء برنامج كامل معناه ايه؟ طبعا معناه ان انا عملت ايه؟ عملت حاجة اسمها كودينج، برمجة. نمبر 4 following the steps can help you نقط the maze. يعني ايه؟ قال لي اتباع الخطوات بيساعدني ان انا اعمل ايه للماز، للمتاهة؟ طبعا get through. يعني ايه get through؟ يعني تجاوز المتاهة، ان انا اعدي المتاهة بتاعتي. ونشوف نمبر 5 the purpose of multiple algorithms in coding is to نقط. قال لي سؤال جميل. قال لي الغرض من الخوارزميات المتعددة في البرمجة هو ايه؟ طبعا ان انا من خلال ان انا عندي multiple algorithms، خوارزميات متعددة، لسه قايلها فوق ان انا ممكن من خلال الخوارزميات دي اعمل برنامج متكامل. يعني ايه؟ create a complete program. ونشوف نمبر 6 an example of something you can create using coding is a نقط. قال لي مثال على شيء ممكن ان انا انشئه باستخدام البرمجة. طبعا لسه قايلين الماز، المتاهة. ونشوف مع بعض true or false. نمبر 1 creating mazes and providing instructions to solve them is similar to coding. قال لي ممكن ان انا انشئ متاهات واقدم تعليمات لحلها، ده حاجة شبه البرمجة. طبعا هقول له true. ونشوف مع بعض نمبر 2 coding includes the writing multiple algorithms to make a complete program. قال لي البرمجة بتتضمن كتابة خوارزميات متعددة علشان من خلالها أنشئ برنامج كامل. طبعا هقول له true. نمبر 3 the steps to solve a maze often include the number of spaces to take and the direction to go. قال لك غالبا ما بتتضمن خطوات حل المتاهة عدد المسافات اللي بيجب اتخاذها والاتجاه من خلالها، علشان يعني الاتجاهات دي لو اتبعتها هتحللي الميز بتاعتي. طبعا هقول له true. ونشوف مع بعض نمبر 4 mazes are the only example of things you can create using coding. قال لي المتاهات هي المثال الوحيد للحاجات اللي انا ممكن اعملها باستخدام البرمجة. طبعا هقول له false. زي ما انا قلت انا ممكن اعمل فيلم، ممكن اعمل زي ما احنا قلنا كده فوق كذا حاجة ممكن ان انا اعملها من خلال الكودينج. ممكن اعمل complete program. نمبر 5 you can't create mazes on code.org. ما ينفعش ان انا
انشئ متاهات باستخدام الكود .org. طبعا هقول له فولس. ده اصلا انا بعمل الميزز باستخدام الكود .org. ونشوف مع بعض اسئله التدريب فقط. وزي ما اتفقنا ان الاسئله دي مش بتيجي في الامتحان، بس بتدربني ان انا احل اي سؤال يجيلي ايا كان السؤال. ونشوف اول سؤال معايا. complete the following statements with appropriate words between practice. Number 1, a type of website can help you learn a code using different coding language. حلو قوي. قال لي انا عندي المفروض ويب سايت بيساعدني ان انا اتعلم البرمجه باستخدام لغات مختلفه. طبعا انا هنا بتكلم على مين؟ الكود .org. ده يعتبر ويب سايت. يعني ايه ويب سايت؟ موقع الكتروني او موقع ويب. Number 2, the writing of multiple algorithms to make a complete program means. قال لي ان انا اكتب خوارزميات متعدده علشان اعمل من خلالها complete program، برنامج كامل. معناها ايه؟ طبعا هنا معناها ايه؟ كودينج، البرمجه. وده يبقى نمبر 2. نمبر 3, you can create animations movies and not using code. قال لي ممكن ان انا اعمل رسومات متحركه وموفيز افلام وايه كمان باستخدام الكود. طبعا الجيمز. يبقى دي نمبر 3. ونشوف مع بعض اخر سؤال معانا النهارده. read and circle the correct one. نمبر 1 coding وفلوت شارت. هختار منهم واحده. is the writing of multiple algorithms to make a complete program. طبعا الكودينج. يعني ايه الكودينج؟ البرمجه. هي كتابه خوارزميات متعدده علشان اعمل من خلالها برنامج كامل. نمبر 2 instructions for a نقط are like instructions in computer programs. سؤال جميل. قال لي التعليمات بتاعت ايه شبه التعليمات بتاعت برامج الكمبيوتر؟ طبعا التعليمات بتاعت الميز المتاهه. وبكده نكون خلصنا اسئله ليسون 6. يا رب اكون قدرت اوصل لكم اكبر قدر من المعلومات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. السلام عليكم.